أنا وأختي فضحنا بابا في خطوبته. كل متابعة بتخلي صوت القصة يوصل. اشترك. أنا عندي 16 سنة وأختي 15، وبابا مقموص مننا. بابا كان بيخون ماما كتير طول جوازهم، وده اتكشف بعد ما ماما اتشخصت بورم في المخ من 5 سنين. ماما كانت خلاص في آخر مراحل المرض، وبابا قرر يهرب على بيت الست اللي كان بيخونها معاها، وسابني أنا 11 سنة وقتها وأختي 10 سنين نتعامل مع كل حاجة ونرعى ماما. بعد كده حاول يرجع عند ماما في أيامها الأخيرة، وهي وافقت عشان ما تزعلناش. بس لما ماما ماتت، وقتها كان مع الست اللي خانها ماما. لما ماما راحت رفضنا نعيش مع بابا ومع الست دي. قلنا له مش هنمثل إن مفيش حاجة حصلت ومش عايزينها تبقى أمنا الجديدة. هربنا من البيت والبوليس اتدخلت، وقررنا نعيش مع تيتا وجده من ناحية ماما. بس المحكمة ادته حق يزورنا يوم السبت والأحد بس، مفيش يبات عندنا. بابا والست اللي كان بيخون ماما معاها خلفوا طفل ابنهم سوا، يعني ده ابن بابا فعلا، ودلوقتي عنده 6 سنين، وكمان هي عندها طفل تاني عنده 8 من جوازها القديم. احنا مش بنتعامل معاهم خالص. دلوقتي بابا والست دي هيتخطبوا، وكانوا عاملين حفلة خطوبة للأصحاب والقرايب، وبابا أصر إننا نكون موجودين. ده حصل السبت اللي فات. بابا استغل وقتنا واختار الحفلة في وقت زيارة الأسبوع بتاعه، وإحنا حاولنا نرفض. رغم كده رحنا وما كناش مبسوطين. وقت العشاء بابا والست دي كانوا بيتكلموا عن فرحتهم إن العيلة هتتجمع، وإن الهانم متحمسة تبقى أمنا رسمياً، وإننا نقرب منها أكتر. العيلة القريبة وعيلة الست كانوا عارفين، بس العيلة البعيدة وأصحابهم تقريباً مش عارفين. أنا وأختي بدأنا نقول إن ده مش هيحصل، وإننا مش مستنيين نبقى عيلة مع الست اللي كان بيخون بابا طول مرض ماما، واللي اختار يكون مع الست دي لما ماما كانت على وش متموت وسابنا لوحدنا. كمان إن ابنهم عنده 6 سنين، يعني اتولد وهو متجوز ماما وقتها. ده خلى كتير من الناس يتفاجئوا وغضبوا. بابا والست دي زعلوا جدا، وقالوا ليه خلينا الجو كله متوتر كده. أختي قالت إننا مش هنمثل السعادة، وأنا قلت لهم إنهم أجبرونا نكون موجودين، وإحنا واضحين في إننا مش عايزين. هم قالوا إننا تصرفنا زي العيال الحقودة.